أهلا بيكم مرة تانية في استكشاف جديد معنا. النهاردة قصتنا مختلفة شوية، عنوانها لغز دار قديمة وكنز ذكريات. المصدر عبارة عن قصة طويلة شوية عن مغامرة بنت شابة في بيت جدها القديم بتدور على سر عائلي. هدفنا بقى إننا نفكك القصة دي ونشوف إيه حكاية الكنز ده بالظبط، وإيه المثير للاهتمام في اللغز العائلي ده. طيب، خلينا نبدأ سوا. إيه نقطة البداية؟ القصة بتبدأ بتقديم الشخصية الرئيسية نورا. هي شابة بتحس بملل فظيع بعد ما عيلتها نقلت قريب من أسفيل الدار البيضاء. البداية يعني بتركز قوي على إحساسها بالضيق ده، وإنها مفتقدة حياتها القديمة وأصحابها، خصوصا مع بداية الصيف. مم. الإحساس ده بالملل والضياع بيكون دايما بداية قوية لمغامرة. بس إيه الشرارة الحقيقية؟ يعني إيه اللي خلاها تدخل في المغامرة دي فعلا؟ أعتقد والدتها لالا فاطمة ليها دور. أكيد، والدتها هي اللي بتديها رسالة قديمة، كانت مركونة ومتغطية بالتراب من جدها اللي توفى، اللي كانوا بيقولوا له جيكو. الرسالة دي يعني مش مجرد ورقة وخلاص، لأ، دي زي ما تكون دعوة كده، بتلمح إن في حاجة مهمة مستنياه في بيته القديم في أسفي. وهنا بقى تبدأ الإثارة، خصوصا إن النورة نفسها كانت فاكرة جملة جدها قالها زمان: عندي سر كبير في هذه الدار، ولكن مازال مقيتش باش نخليه يطلع. التلميح ده لوحده بيعمل جو من الغموض، مش كده؟ بالظبط. الجملة دي بتحول زيارتهم لأسفي من مجرد زيارة عادية لمهمة استكشافية، بتزرع الفضول جوه نورة وتخلينا احنا كمان كمستمعين أو قراء عاوزين نعرف ايه اللي هيحصل. تمهيد ممتاز بصراحة. ولما وصلوا أسفي، المكان نفسه، البيت، إزاي ساهم في بناء الجو ده؟ وصف البيت كان مهم قوي. البيت دوره محوري جدا، مش مجرد ديكور يعني. القصة بتقدمه لنا كبيت كبير وقديم، وتحس انه لوحده كده في حي قديم. والتفاصيل بقى زي الأبواب الخشب المنقوشة، الشبابيك الزرقاء الباتة، الساحة اللي جوه ونباتاتها الميتة، كل ده بيخلي البيت كأنه شخصية حية بتحكي أسرار السنين اللي فاتت. فعلا، كأن الجدران نفسها ليها حكايات. وده بيودينا لأول اكتشاف مهم. نورة دخلت أوضة جدها، مكان مليان فوضى وكتب قديمة وصور وأغراض غريبة عليها تراب. الإثارة الحقيقية بدأت هناك، صح؟ أيوة، وسط كل ده عينها بتقع على صندوق خشبي شكله مميز قوي، مش عادي، عليه نقوش غريبة، نجمة وهلال وحروف عربي ولاتيني متداخلة. الصندوق ده كأنه هو المفتاح الأول للغز كله. ولما فتحته لقيت إيه جواه؟ هنا بقى بنعرف طبيعة البحث في الأول. مفيش ذهب ولا مجوهرات زي ما الواحد ممكن يتوقع، لا، لقيت حاجات شخصية أكتر، مذكرات الجد بخط إيده، صور قديمة أبيض وأسود، والأهم بقى رسالة مقفولة مكتوب عليها بس لمن يلقى هذا الرسالة. والرسالة دي هي اللي كشفت اللعبة كلها، أو التحدي بمعنى أصح؟ تماماً. الرسالة بتقول إن في سر عائلي كبير ومش هيتكشف غير لما تلاقي 7 مفاتيح ورا بعض، كل مفتاح بيوصل للي بعده، والبداية بلغز صغير لعين اللي كتشوف الحقيقة. والمفاجأة إن المفتاح الأول رقم 1 من 7 كان موجود مع الرسالة في الصندوق نفسه. 7 مفاتيح، ده بيفكرنا بقصص البحث عن الكنز الكلاسيكية. بس إيه اللي بيخلي البحث ده مختلف هنا؟ اللي بيميزه قوي هو إن الأدلة شخصية جدا، مش ألغاز وبس، لا، دي مرتبطة بحياة الجد نفسه، بذكرياته بناسه بالأماكن اللي كانت غالية عليه. فالبحث هنا مش مجرد مهمة مادية، ده رحلة في مشاعر وروح الجد وماضيه. كل مفتاح كأنه شباك صغير بنبص منه على حتة من حياته. طيب، خلينا نمشي ورا الرحلة دي. الدليل الأول لعين اللي كتشوف الحقيقة، ودقاها فين؟ وإزاي ربط السر ده بالعلاقات بين الناس؟ الدليل ده وداها للوحة بورتريه كبيرة للجد وهو مبتسم جنب صاحبه المقرب سي محمد. المفتاح التاني كان مستخبي ورا اللوحة دي، والرسالة اللي معاه وضحت إن سي محمد ده مش بس صديق، لأ، ده كان فنان، وهو اللي ساعد الجد يخبي السر ورسم اللوحة دي بنفسه. العين اللي بتلمع في اللوحة هي كانت العلامة. فده بيربط السر بالصداقة والفن والتاريخ المشترك، مش بس بالجد لوحده. مثير للاهتمام فعلا إن الفن يكون جزء من حفظ الأسرار. طيب، والمفتاح الثالث؟ الدليل كان مرتبط بالمطبخ، أجران ديال الذكريات. أيوة، المفتاح التالت كان في علبة شاي قديمة في المطبخ، الرسالة سمتها جاردن ديال الذكريات،
والشرح اللي معاها وضح إن الركن ده في المطبخ كان مكان مقدس للجد ومراته الله يرحمها رحمة. كانوا بيحبوا يقعدوا فيه يشربوا قهوة الصبح ويتكلموا. هنا بنلاحظ إن الأدلة بقت شخصية أكتر وقريبة من الحياة اليومية والمشاعر، ما بقتش مجرد رموز غامضة. بالظبط، ده اللي بيربط اللغز بالتجربة الإنسانية الحقيقية. المفاتيح مش بتوصل لأماكن وبس، لا دي بتوصل للحظات وذكريات مليانة مشاعر، وده بيخلي الواحد يحس إنه مرتبط بالرحلة دي. والمفتاح الرابع بياخدنا لمكان تاني مهم، السطح. الدليل كان فين كنا كنجمعوا للحلاوة دي للحياة. إزاي المكان ده ارتبط بذكريات العيلة؟ نورة لقت المفتاح ده في قصيص ورد قديم وفي جرة ديال الورد فوق السطح الواسع، والرسالة اللي معاه وصفت إزاي السطح ده كان مكان تجمع العيلة والجيران في ليالي الصيف الحلوة، يتلموا تحت السما والنجوم ويشربوا شاي ويتكلموا. فده رابط السر بلحظات الفرح الجماعي والتواصل. جميل قوي ربط الجيب للمفاتيح بلحظات السعادة والتأمل دي. والمفتاح الخامس بيرجعنا للساحة اللي جوه البيت تحت شجرة لوز كبيرة سماها الجد شجرة الحياة. الدليل كان فين كنا بناكل الثمار ديال الصيف. المفتاح ده كمان اللي كان تحت الشجرة ماشي على نفس الخط. الرسالة اللي معاه بتتكلم عن خير الشجرة وظلها وفاكهتها، وإزاي الحياة بتبقى أبسط وأحلى تحتها. ده بيأكد تاني على الارتباط بالطبيعة ودورة الحياة وأهمية المساحات الخضراء دي جوه البيت والعيلة. كل مفتاح هو حتة من فلسفة الجد. وفي وسط البحث ده بتظهر شخصية جديدة بتدخل عنصر توتر وشك. مين دي وإزاي بتأثر على الأحداث؟ دي الجارة القديمة للعيلة لالا زينب. ظهورها في الأول كان غامض شوية. جت تسأل نورة بفضول زيادة ويمكن بشك إذا كانوا بيدوروا على حاجة قيمة في البيت، كتب قديمة، صور نادرة، يمكن ذهب أو مجوهرات. طريقتها في السؤال ونظرتها خلت نورة تقلق وتحس بعدم ارتياح. والإحساس ده زاد لما نورة بدأت تحس إنها مترقبة بعد زيارة لالا زينب دي، كأن في عقبة جديدة ظهرت. بس بيحصل تحول مفاجئ مش كده؟ التحول بيجي من مذكرات الجد نفسه. نورة وهي بتقرأ بتلاقي ملحوظة الجد كاتبها بتقول بوضوح: السر ديالنا كبير ولكن ما كاينش خطر عليه. لالا زينب هاضي تعاونكم، هي بنت اخوتي وعارفوا السر كامل. ده بقى كان كشف مذهل غير كل حاجة. ده قلب الموازين خالص. بس بيطرح سؤال محير، لو لالا زينب عارف السر وهي قريبتهم والمفروض تساعد، ليه اتصرفت بشكل مريب كده في الأول؟ هي دي بقى النقطة اللي بتعمل تعقيد لطيف في القصة. هل كانت بتختبر نورة بتشوف هي جادة ولا لأ، ولا كان عندها دوافع تانية مش واضحة؟ يمكن كانت حريصة زيادة على السر. المهم إن الكشف عن معرفتها وعلاقتها بالعيلة بيحول الشك لإمكانية تعاون، بس بصراحة مش بيمحي الغموض عن تصرفها الأولاني تماماً. الأمور بتتصاعد أكتر لما نورة بتلاقي صندوق حديد كبير ومقفول على السطح. الصندوق ده محتاج ال7 مفاتيح عشان يتفتح، وهي معاها 5 بس. وهنا بتحصل المواجهة مع لالا زينب. هو ميراث لعائلتنا كلها وبتطالبها بالمفاتيح. اللحظة دي كانت متوترة جدا، كأن في صراع هيحصل. لكن نورة استخدمت المعلومة اللي لسه عارفها من مذكرات الجد. إيه اللي حصل لما قالت لها إنها عارفة السر؟ هنا بقى التحول الكبير حصل. لما نورة واجهتها بالحقيقة دي، لالا زينب نبرتها وسلوكها اتغيروا تماماً. اعترفت إنها فعلاً عارفة السر، وإن الجد كان نفسه تاريخ العيلة وتراثها يتعرفوا، وإنها كانت مستنية اللحظة المناسبة عشان تساعد، وأكدت إنها تدلها على مكان المفتاحين الباقين. ده بيوضح إزاي سوء الفهم ممكن يخلق توتر ملوش لازمة، حتى لو الهدف واحد. يمكن حدتها دي كانت مجرد حرص شديد. إذن بالتعاون مع لالا زينب لقوا المفتاحين الآخرين فين؟ المفتاح السادس لقوه تحت شجيرة ورد قديمة وجميلة في الساحة اللي جوه، المكان اللي الجد أشار ليه بفين كنا بنجمع الورود ونتعلم من الطبيعة. ده ربط المفتاح بالتعلم والجمال الطبيعي. والمفتاح السابع والأخير؟ لالا زينب هي اللي دلتهم عليه. أيوة، لالا زينب هي اللي وجهت نورة للمكان اللي الجد وصفه بأنه بين السماء والأرض، فين كنا بنجلس نشوف العالم من فوق. أخدتها الكرسي الجد الخشب القديم اللي كان بيحبه على السطح، وتحت الكرسي ده نورة لقت المفتاح السابع والأخير، ومعاه رسالة بتتكلم عن أهمية المكان ده للتأمل والفهم والتعلم بين أفراد العيلة. الأدلة الأخيرة دي ليها طابع فلسفي أكثر، بتركز على التأمل والتعلم والنظرة الشاملة، كأنها بتمهد للكشف الأخير. تماماً.
الأدلة الأخيرة دي مرتبطة بالحكمة ونقل المعرفة بين الأجيال وأهمية الرؤية الواسعة. هي بتجهز نورة وبتجهزنا إحنا كمان، لأن الكنز الحقيقي ممكن ما يكونش مادي زي ما بنتوقع عادة. وأخيراً، لحظة الذروة. ال7 مفاتيح اكتملت والصندوق الحديدي الكبير اتفتح. إيه اللي كان مستني نورة ولالا زينب جوا؟ هل هو الذهب والفضة اللي يمكن فكروا فيهم في وقت ما؟ المفاجأة الكبيرة بقى واللي هي قلب القصة، إن الصندوق طلع فاضي تماماً من أي ثروة مادية بالمعنى اللي نعرفه. لا ذهب لا فضة لا مجوهرات، بدل كده كان في كنز من نوع تاني خالص. مجموعة ضخمة من صور العيلة القديمة أبيض وأسود، رزمة جوابات حب مؤثرة كتبها الجد لمراته رحمة الله يرحمها، مذكراته الشخصية اللي بتوثق تفاصيل حياته وأفكاره، وفي الآخر رسالة أخيرة بتشرح كل حاجة. إذن إيه هو الكنز الحقيقي اللي الجد كان عايز نورة تكشفه؟ رسالة الجد الأخيرة بتلخص الموضوع ببساطة وبشكل مؤثر. الكنز الحقيقي هو الذكريات والعائلة، احفظوها وعيشوها جيداً. هذه الصور والرسائل والمذكرات هي تاريخنا، هي جذورنا. لالا زينب عندها القصة كاملة، استمعوا إليها. الكنز هو الإرث اللي مش ملموس، الذاكرة، التاريخ، الروابط الإنسانية، الحب اللي بيربط الأجيال. ده تحول جميل ومؤثر فعلا عن فكرة الكنز المادي، والرسالة بتقول إن لالا زينب عندها القصة كاملة. إيه التاريخ العميق اللي كشفته لالا زينب بعد فتح الصندوق؟ هنا بقى بيجي الربط بالتاريخ الأوسع. لالا زينب بتشرح لنورة وعيلتها إن أصل العيلة بيرجع للأندلس، تحديداً غرناطة، قبل سقوطها. بتقول لهم إن أجدادهم كانوا فنانين وحرفيين شاطرين قوي، متخصصين في الهندسة المعمارية والنقش الدقيق على الخشب. وبعد سقوط الأندلس هاجروا للمغرب وجابوا معاهم مش بس حاجتهم، لأ جابوا مهاراتهم وتقاليدهم الفنية دي، واللي واضحة جداً في تصميم بيت الجد نفسه ونقوشه. طب والجد جيكو نفسه كان إيه دوره في السياق ده؟ لالا زينب بتضيف إن الجد جيكو كان يعتبر آخر واحد في العيلة بيتقن المهارات الحرفية التقليدية دي بشكل كامل، وكان خايف إن التراث الفني والتاريخي ده يضيع مع الزمن. عشان كده اللغز ده ما كانش مجرد لعبة، دي كانت طريقة مدروسة ومبتكرة عشان يضمن إن الأجيال الجديدة تكتشف تاريخها وأصلها وتقدر قيمة الإرث الثقافي والفني ده. يعني السر ما كانش سر شخصي وبس، ده تاريخ عيلة وثقافة بحالها. ده بيفسر اهتمام الجد إنه يحفظه وينقله بالطريقة المميزة دي. طيب والقصة بتنتهي إزاي؟ التاريخ ده فضل محبوس في الصندوق؟ لا طبعا، النهاية بتوضح إزاي الكنز المعنوي ده تم تفعيله. نورة وعيلتها مش بيكتفوا إنهم يبصوا على الصور والمخططات والجوابات، لا، دول بينغمسوا فيها بشغف وفضول، وبياخدوا قرار مهم، يحولوا جزء من بيت الجد المهجور ده لمتحف عائلي صغير، يفتح أبوابه لسكان الحي والمهتمين عشان يعرفوا قصة العيلة دي وتراثها الأندلسي. طب وبالنسبة للالا زينب ونورة؟ لالا زينب اللي بدأت كشخصية غامضة وشكيلة فيها، بتتحول هي للراوية الرسمية لتاريخ العيلة، بتحكي القصص للزوار بحماس وفخر. أما نورة فبتحس إنها اتغيرت تماماً، ما بقتش البنت اللي حاسة بالملل والضياع، هي اكتشفت جذورها ولقت رابط عميق بماضيها، والأهم لقت هدف ومعنى جديد لحياتها من خلال الحفاظ على الإرث ده ومشاركته مع الناس. تمام. يبقى لو حبينا نلخص اللي استكشفناه النهاردة، رحلة بدأت بإحساس بالملل، خدت نورة من خلال لغز ب7 مفاتيح شخصية وعاطفية تركها جدها، عشان تكتشف في الآخر إن الكنز الأهم مش مادي، لكنه تاريخ العيلة وذكرياتها ومهاراتها وروابطها الإنسانية اللي بتعدي الأجيال والقارات. والنقطة الجوهرية هنا هي الاحتفاء بقيمة التراث غير المادي. القصة بتدي قيمة أعلى بكتير للذكريات والحكايات والمهارات والعلاقات الإنسانية عن الثروة المادية، ودي بتفكرنا بأهمية إننا نعرف جذورنا ونفهم تاريخنا عشان نحس بالانتماء والمعنى في حياتنا. ولو فكرنا فيها، كم عيلة حوالينا عندها قصص متقالتش أو مهارات اتنست أو ذكريات غالية تستاهل إنها تتكشف ويحتفى بيها. وده بيوصلنا لفكرة أخيرة ممكن المستمع يفكر فيها. القصة بتخلص ونورة لاقية هدف ومعنى من خلال إحياء تاريخ عيلتها. طيب، ده يخلينا نسأل، إيه هي الكنوز غير المادية؟ المهارات المنسية، القصص اللي ما اتقالتش، الذكريات اللي يمكن مدفونة، اللي ممكن تكون موجودة في تاريخ كل عيلة، مستنية بهدوء حد يكتشفها ويقدر قيمتها.
يمكن حتى من غير ما نحتاج لمغامرة معقدة ب7 مفاتيح.